اول حاجة هحط الكربونات، هحط كمان مسحوق الغسيل، وهنضيف سائل المواعين، وهنضيف الخل. وزي ما انتوا شايفين الفوران اللي حصل، المواد بدأت تتفاعل مع بعضها. اخر حاجة هنضيفها هي المية السخنة، ودي مهمة جدا يا جماعة علشان المواد اللي احنا ضفناها تدينا التأثير المطلوب. واهم حاجة المية السخنة اللي ضفناها تكون مغطية تماما الأجزاء اللي عليها دهون. هنسيب الشفاط منقوع لمدة ساعة أو ساعتين. الدهون يا جماعة بتتشال معايا عادي بسهولة، وبتتشال عادي. في الأول كانت صعبة جدا وناشفة. أكد عليكم إننا هنستخدم السلك الخشن، هو ده اللي هيقدر يشيل الدهون بكل سهولة. ممكن نجيب فرشة أسنان قديمة ونبتدي ندعك بالشكل اللي انتوا شايفينه. دلوقتي هجيب السلكة الناعمة وهبتدي أدعك كده الخلاط وهمشي عليه تمشية سريعة. ودلوقتي هبتدي أشطفه كويس بالمية. طبعا وانا شايفاه كده يا جماعة فرحانة جدا بالنتيجة اللي وصلت لها. آخر حاجة هنعملها هجيب فوطة وهنشف الشفاط كويس لو في أي بقع موجودة ولا حاجة. وبكده خلاص انتهينا من تنظيف الشفاط. يا ريت اللي لسه ما عمليش لايك لغايه دلوقتي يضغط ويعمل لي لايك. ما شاء الله الشفاط رجع معانا وكأنه جديد.